بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سلام الله عليكم غالياتي. صحة فطوركم دائما جبت لكم فرماج صنع منزلي. ديريه البوراك الكراتان المملحات تاعك يجي بزاف طري وبنين يا البنات، يجي ما شاء الله. نتمنى لكم تجربوه. اللي ماهوش مشارك القناة يا البنات يشارك فضلا وليس امرا. ما تنساوش لي جيم تاعكم ولي كومونتير. نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. انا عندي 3 ساشيات تاع 2500 تاع الحليب. شوفوا يعني 3 ساشيات يديروا لك نصف كيلو تاع فرماج البنات. يتباع ب 45 ألف. هذا يعني 12 ألف ديري تاع 45. يعني جيت اقتصادي. نجيب هذه المرميطه تاعي ونحط فيها الحليب تاعي، نفرغ 3 ساشيات هذوك تاع الحليب البنات. وصفه سهله وسريعه، نتمنى لكم تجربوها خاصة في رمضان البنات. نستعملوا الفرماج بزاف في لي بوراك، في لي كراتان، في المملحات. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وما تنساوش لي كومونتير تاعكم البنات. جربوا الوصفة هضروا لي في لي كومونتير واش رايكم. كما راكم تشوفوا هكا انا فرغت 3 ساشيات، نحطهم على نار تكون متوسطه ونخليها البنات يهز الغليه فقط، ما تخليش يطيب البنات. هو يفوت يهز الغليه كي تشوفيه بدا حيغلي، نضيفوا له نصف كاس تاع الخل يكون ابيض. الخل الابيض البنات قدري ديري الاحمر كما راكم تشوفوا هكا. جوست يهز الغليه نطفيو عليه ما خليوهش يغلي. خاطر ما كتخليه يغلي تخليوه يغلي يدير لكم هذاك التكتلات، يجي ندير بزاف وما يجيكش ليس الفرماج تاعك يجيك حرش كما راكم تشوفوا هكا. دوكا نحيه على النار يا بنات، نطفي على النار ونحيه، ما تخليوهش يطيب البنات، غير كي يهز الغليه برك نحيوه. دوكا نجيبو هاد الصفايه وهاد الكيفات ولا باسينه اللي عندك، نحطو نصفيو الحليب تاعنا هذاك اللي رابنا. وبحذر البنات تعودوا تحرقوا غير بعقلكم. شوفوا كيما انا بلا تحرقت البنات الصفايه تاعي ما عندهاش هذاك الدراع، ما جيت نهزها بصعوبه سخونه بزاف. ونزيدو نكملو الكميه تاعنا نصفيوها الكل. هذاك الماء نسيحوه نخليه غير حوالي نصف كاس او ربع كاس البنات. دوك نقول لكم واش نستعملوا بهذاك النصف ولا ربع كاس تاع الماء. هزو بالعقل برك بحذر، نصفيوه ونخليوه يقطر مليح. بعد ما يقطر دوكا نجيبو الميكسير تاعنا ولا الروبو تاعنا ولا البرا ميكسير. هو من الاحسن البرا ميكسير البنات باه يتليسالك ويترحالك مليح الفرماج تاعك. انا جبت هذا الروبو، نحط هذاك البن هذاك البا هذاك اللي قاعد لي من الفوق نحطه في الروبو تاعنا. وصفه سهله وسريعه، نتمنى انكم تجربوها. كما راكم تشوفوا حطيت هذاك البا هذاك اللي قالي من الفوق. دوكا شنو نضيف له ربع ملعقه صغيره تاع ملح، ونضيف له ملعقه ونصف تاع زبده البنات. كما راكم تشوفوا هكا ملعقه ونصف تاع اكل تاع زبده. وصفه سهله وسريعه، نتمنىكم تجربوها وبزاف اقتصاديه. والله تخرجوا ما شاء الله فرماج تستعملوه في عدة استعمالات. هذاك الماء اللي خليته البنات هذاك هو السر، خليته هنا ربع. كي تحبي تجي تكون الفرماج تاعك حاكم روحو ديري ربع، وكي يكون شويه مطلوق تحبيه ديري نصف كاس تاع ما هذاك اللي خليناه. دوكا ضفت هنا كما تشوفوا ربع نصف ملعقه تاع بيكربونات ولا تاع خميره ومغرفه تاع حامض السيتريك البنات. كما شفتوا هذاك هو السر في حمض السيدريك. يعني ماهوش مضر بالصحة، يستعملوه في عدة مجالات في العصائر في كل شيء، ماشي مضر. بعد ما ضفت هذاك الخليط شتو كيفاه تفاعل لي كي ضفت له حمض السيدريك. نجيب دركا انا حطيت ملعقتين الى 3 ملاعق تاع جبن طاري كما راكم تشوفوا. ولا تقدري ديري هذاك الفرماج تاع الطراف تاع المثلثات ديري 2 ولا 3. نحط الروبو تاعي البنات ونميكسي كل شيء مع بعضها حتى نترحالي مليح هذاك الفرماج تاعنا. لازم يجي ليس البنات يجي طري. اللي عندها البراميكسير دير بالبراميكسير احسن.
شوفوا كيفاه بعد ما تميكسالي جا شكلو يهبل يا البنات. شوفوا شكلو يجي ليس كيما راكم تشوفوا. ولا السر هو كي تخليهش يطيبلك بزاف مع اللول، ما تخليش حتى يتكللك. دوكا نبغي نجيبو نروحو نطيبوه. انا جبت هاد الطاوه هذه ولا الكاسرونه تكون شويه ثقيله، خاطر ما مش نديرو بان ماري، نحطو مباشره على النار وتكون دليله، ونحرك بالعقل حتى يلم لي هذاك الفرماج تاعي. هكا انا حطيته على النار، دوكا نحرك ساعه على ساعه باه ما يسخريش الفرماج حتى ينشف لي الفرماج تاعنا. بعد ما نشف لنا البنات هذاك الفرماج، نجيب هذاك المول تاعي. شوفوا هذا المول تاعي تاع الزجاج اللي عندك، نجيب هذاك الساشي تاع النيلو، وهذا هو السر. ديري ساشي تاع النيلو باه ما يسخلكش الفرماج تاعك في المول تاعك. نحط شويه ما بين صباعي الزيت وندهن هذاك الساشي باه من بعد يجيك تقدري تقلبي الفرماج تاعك بكل سهوله. نحط المول تاعنا كيما راكم تشوفوا، ونحط عليه هذيك الساشي، ونحاول اني نضغط حتى نحكمو نديرو شكل المول تاعنا في الساشي، نشكلوها على شكل المول. وصفة سهلة وسريعة. ما تنساوش البنات لي جام باه تعم الفائدة أكبر، يعني جمجمو بزاف باه تطلع أكبر مشاهدة يستفادوا منه الأخوات السيدات الكريمات إن شاء الله. بعد ما ضغطت على هذاك الساشي كما راكم تشوفوا هكا، حكمت الشكل تاع المول. دوكا نجيب الفرماج تاعنا ونحطو في المول تاعنا، ونحاول اني نسويه على المول تاعنا. شوفوا يعني شكله ما شاء الله يشهي. فرماج هكا وكان دركا وجد لي، جيست نحطو في الثلاجة ساعة ولا نص ساعة هو يكون وجد لك البنات. كما قلت لكم هكا نضغطو، نحاولوا اننا نضغط على الفرماج بيحكم لنا شكل المول تاعنا. نستعمل يدي، ندير يدي فيها شويه زيت ونبدا نضغط حتى نسويلو الوجه تاعو. كما راكم تشوفوا غير بيدي هكا بصباعي ندير شويه زيت في الصباع تاعي ونسوي الوجه تاع الفرماج تاعي البنات بكل سهوله. شوفوا الشكل تاعو البنات. بعد ما خلصت دوكا نغلق هذاك الساشي ونحطو في الثلاجه كما قلت لكم، ماشي في المجمد، ثلاجه حوالي نصف ساعه الى ساعه تكفي، تلقايه حكم روحو. نغلقوه بإحكام نحطوه في الثلاجة. مش مشاركة البنات اللي مش مشاركة تشارك في القناة فضلا وليس أمرا، قناة تاعي فيها أشياء جميلة جدا. هاني خرجت كالفرماج البنات من الثلاجة بعد ما قعد حوالي نص ساعة حكم روحو. دوكا نجيبو مول كيما راكم تشوفوا هكا ونحطو نقلبو الفرماج تاعنا بكل سهولة. شوفوا البنات نحي ديك الساشي راهي يعني دات شكل المول تاعنا، الفرماج دات شكل المول تاعنا بكل سهولة. شوفوا كيفاه الساشي يطير لي ما لصقش يعني الفرماج هذاك. دوكا نحاولوا نقلبوه بالعقل في صحن التقديم تاعنا. شوفوا البنات شكله النهائي والله شاهي ما شاء الله. نتمنىكم تجربوه البنات وما تنساونيش في لي كومونتير تاعكم. شوفوا الشكل تاعو خير من اللي مشري، ما فيهش اضافات يعني ماهوش مضر بالصحه. شوفوا بعد ما قلبتو كيفاه قطعتو يجي ليس وطري. ديروه في البوراك تاعكم في لي كراتان في المملحات يجي بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه وما تنساوش الدعم تاعكم والاشتراك والاعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.